تم تقييم الشركة في 2007 2008 عفوا ب7 مليارات. نعم. هذه الشركة الآن في 2008. نعم. لكن لو ضربت 70 ريال في 100 مليون سهم 7 مليارات. نعم 7 مليارات ما حد ينكرها، هذه مثبتة في الأوراق. نعم. نعم. في 2014 عندما أراد المعجل بأن يبيعنا الفاصل حكير، نعم، تنازل عن 40% من أسهم المجموعة ب 227 مليون، 40%، بمعنى أن أصبح كأن الشركة قيمت في 2014 ب 511 مليون بس فقط من 7 مليارات ل 511 مليون، ومع ذلك رفض الحكير يدخل. معنى ذلك يعني أن الشركة بأقل من هذا السعر. سبحان الله. هذا الشيء أبي الآن يدل. ماذا يدل عليه دكتور؟ في 2000 المجلس الإدارة اللي قيمها ب7 مليارات هو نفسه. نعم. نفس المجلس. سبحان الله. نعم. وبالصدفة رئيس المصرية الاستثمارية بنك SSBC هو اللي كان يقيمها في 2008 ب7 مليارات. هذا الشخص اللي استقال وراح هناك. نعم. وقيمها في 2014 ب 511 مليون. يعني معقولة يا ابو؟ نعم هذه مثبتة في الأوراق. يعني من 7 مليار إلى 500 مليون. ومع ذلك رفض الحكير يدخل. رفض الحكير يدخل كشريك استراتيجي ب 40%. نعم. لا وعنوة ياخذون من عندنا 40% من أسهمنا عنوة للحكير. سبحان الله. نعم لأنه قبض الثمن. نعم. مليار و8 مليون فلا يبالي بأن يتخلى عن ايش بأي قيمة. سبحان الله. نعم. أنا شوف في قضايا هذه كلها مثبتة يا دكتور. كلام اللي يقول لك ليس رجل بالغيب، هذا كلام مثبت. ممتاز. نعم مثبت. لعلها توصل ان شاء الله باذن الله، ويعني يتم الفصل في هذه القضيه، لان القضيه مي بسيطه بصراحه. نعم. قضيه مقدرات، قضيه ناس بحاجه، قضيه ارامل، قضيه مساكين، قضيه فقراء، قضيه كذلك يسوق المال الان وزاره التجاره لو فرطت في هذه القضيه بالذات وخسرتها او لم تتعاطى معها بكل جديه، ثق تماما انه لن يتوقف المشكله عند المعجل.